السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا نهار اليوم. طليت عليكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة يا رب. وصفتنا تاع نهار اليوم كل واحد كيف يسميها، كاين اللي يقولها خبز الباي وكاين اللي يقولها معسلة وكاين اللي يقولها خبز تونس. الوصفة هذه توالم بزاف شهر رمضان. على بركة الله راح نبدأ في المقادير. بسم الله. اول حاجة راح نحطو السكر كاس ونص في كاسرونة، نضيف لهم الماء 2 كيسان باه نخدمو الشربات، نحطوها على نار وبجهة الاخرى راح نحضروا العجينة اللي هي 4 حبات بيض. وهنا عندي لافاني ورشة تاع الملح ومعاهم كاس الا ربع تاع سكر حبيبات. رايحه نخلطهم بالفوي فقط. الوصفه هذه ما نحتاجوش الباتور، ما نحتاجوش الخلاط الكهربائي. نخلط مليح وبعدها راح نجيب زبده. عندي 4 كاس، واللي تحب دير نص كاس واللي تحب دير كاس كيما حبيتو. انا درت 4 كاس وكملت بالزيت حتى تعمر لي الكاس. السعه نتاعو 220 مليلتر. نكمل نخلطهم مليح. وبعدها هنا عندي كاوكاو محمص محمر مليح ومرحي خاشن. عندي كاس الا ربع. نكمل نخلط مليح. هنا عندي كاس تاع خبز مرحي او لا شابلور. نكمل نخلط. هنا عندي ملعقة تاع نواه كوكو و2 ملاعق و2 ملاعق كبار تاع سميد يكون متوسط. وهنا كما راكم تشوفون راني نحط خميرة كيميائية. حطيت 2 اكياس نغربلهم مليح وبعدها نكمل نخلط. ولا شتو الخليط ما شربش مليح ضيفوا له شويه خبز مرحي او سميد. وهنا الصينيه تاعي دهنتها بالزبده ورشيتها بالسميد متوسط وحطيت الخليط. والفرن شعلته على درجه 180 درجه مئويه. بعدها ندخلها للفرن. هنا نوزعها بشكل متساوي على كامل الصينيه. وهنا بعد ما طابت هكذاك وهي سخونه خرجتها من الفرن. رايحه نصب عليها الشربات وهي بارده. شوفوا كيف شربتها بالخف. بعدها زينتها بكاوكاو مرحي. ودوكا راح نقطعها. انا هنا درتها في المول هذا، ولا حبيتوها تجيكم بسمك اكثر ديروها في مول اقل من هذا. انا حبيتها تجي تشبه قلب اللوز. ولا حبيتوها تجي شكل كيما مسكوتشو ما عليكم كان ديروا صينيه اقل من هذه. وهذه الحبه شوفوا كيف جات معايا، جات مشربه ومعسله. انا الوصفه هذه شفتها وجربتها وعجبتني بزاف. ان شاء الله تجربوها حتى نتوما وتبقاو على خير.